تعرفوا إنه ممكن نحضر صفيحة اللحم بدون ما نعمل عجين بطريقة كتير سهلة، وكمان رح تطلع معاكم طيبة. لنبدأ بالتحضير أنا بحاجة هون للفود بروسيسور، وبدأت أضيف البندورة. عندي 3 حبات من البندورة قطعتها لأرباع، كمان عندي بصلة قطعتها لأرباع، وهون عندي نص كوب من البقدونس الأخضر الطازج. ورح أطحن هدول الخضار مع بعض ليصيروا خليط كتير ناعم. بس صارت عندي الخضار بهذا الشكل. هون رح أضيف كمان قرن فلفل أخضر حار إذا كنتوا بتحبوا الحار، وسنتوم قطعته من الوسط ورح أضيفهم كمان داخل الخلاط، وأكمل أطحن كمان مرة. مفروض الخضار تكون معي كتير طرية بهالشكل. هيك صارت الخضار جاهزة. رح ننتقل لتحضير اللحمة. عندي نص كيلوغرام من اللحمة المفرومة، ويفضل إنه يكون فيها نسبة دهن. رح أضيف خليط الخضار اللي طحنته معاكم، وهون رح نبدأ نتبلها. رح أضيف معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة، استخدامها اختياري بس طعمتها طيب كتير، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، معلقة صغيرة بهارات مشكلة أو 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. رح أضيف هون 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. رح أضيف معلقتين صغار ومعلقة واحدة صغيرة من دبس الفليفل الحلوة، واستخدامه اختياري. دبس الفليفل طبعا في حال ما توفر عنا اختياري أكيد، هو بيعطي طعمة طيبة. وهلأ لازم أبدأ أعجن اللحمة بإيدي. بعجنها كتير منيح لحد ما تصير خليط متجانس بهذا الشكل. شوفوا كيف اللون ما شاء الله، كمان الريحة كتير طيبة. صارت عندي هون اللحمة جاهزة. مثل ما معروف الصفيحة الشامية القديمة بيعملوها عجينة كتير رقيقة، وبيفردوا عليها طبقة رقيقة من اللحم المفروم. اليوم أنا رح أستخدم بديل للعجين خبز التورتيلا أو التورتياز. استخدمت الحجم الكبير. شوفوا كيف هو بيكون عجين رقيق، كمان مش ماخد لون أو مش محمر مزبوط، فهو بيساعدنا كتير بهاي الوصفة. رح أخذ الرغيف أحطه على طاولة المطبخ بهذا الشكل، ورح أوزع عليه طبقة من حشوة اللحم المفرومة اللي حضرناها. ما لازم نكتر هون من اللحمة المفرومة لأنها لازم تكون طبقة رقيقة كتير. ببدأ أضغطها وأفردها على الخبز بهالشكل. لازم أضغطها كتير منيح حتى تلزق بالخبز، بصير شكلها تماما مثل الصفيحة الشامية. نفرد كتير منيح ونوصل لحواف قطعة الخبز بهالشكل. هون حبيت أضيف شوية من الصنوبر الني، وزعته فوق كل قطعة بهالشكل، طبعا اختياري. ضغطته كمان حتى يلزق داخل اللحم. مباشرة رح أخذ كل قرص صفيحة بعمله على صينية الفرن. يفضل إنه الصينية تكون مبطنة بورق زبدة حتى تساعدني بالخبز أكتر. بتابع تحضير الكمية كاملة بنفس الطريقة. أنا عملت عندي الكمية هون 5 أرغفة، حجمها كبير. ممكن نعملها بالخبز الميني أو الصغير حتى تعطيني كمية أكبر. مباشرة هون رح أخذها على فرن محمى مسبقا، الرف الأوسط، درجة الحرارة 180. تقريبا تحتاج معي مدة ربع ساعة حتى تصير محمرة من تحت. بحمر وجهها شوي من فوق وبطلعها من الفرن. شوفوا هالشكل الحلو اللي حصلت عليه. طبعا اللحمة استوت تماما لأنه الطبقة رفيعة وأخذت وقتها بالفرن، وصارت عندي بالشكل اللي شايفينه، رطبة وطرية وكتير طيبة. نقدمها مع العيران، طبعا هو المشروب المشهور اللي بتقدم مع صفيحة بالشكل التقليدي. شوفوا شكل الصفيحة كتير حلو ما شاء الله. اللحمة مستوية، الخبزة تماما مثل عجينة الصفيحة التقليدية اللي بنعرفها، وطعمتها كتير طيبة. بتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها لأنها سهلة وطيبة كتير. إن شاء الله ألف صحة.